اعمل ايه؟ بس انا عرفت اعمل ايه. الله عليك يا شهد يا ام الافكار. يا راد، انت يا راد، هلا دي ما بتردش ليه؟ يا لهوي يا راد. بناتها النار بتعفرة. يا سعد انا خايفه عليك، مش متصوره انك هتقدر تقف قدام ميمونه والجنون الزرق. انت كده هتأذي نفسك. سيبني وانا هعرف ارجع ازاي. استحليتي القعدة هنا يا بنت رعد ولا ايه؟ ولا عجبك الجزيرة وعجبك صوت الفنان وعايزة بقى تقعدي ترقصي وتغني وتمشي على حل شعرك؟ لا 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 لا. لما دخلت عليا خضتيني، لقيت هبو داخل عليا، وخاصة لما ناديت عليا وقلت لي يا راحت اتخضيت، نشفت دمي لهي نشف دمك. يعني هو انت اللي مش مغيره شكلك؟ يا اختي انا كنت داخله عليك الاوضه عشان اخدك اتخضيت، وانت عامله في نفسك كده ليه؟ يا بنت انا عامله كده عشان ولاد الذين ما يعرفونيش، وخاصة الست اللي كل شويه تنط عندنا هنا ديا، عايزه اعرف ايه حكايتها بالظبط. قلت لها خفه كده عشان اعرف الحكايه من الاول للنهايه. انما يا بنت انت عامله كده ليه بقى؟ بصراحه انا عملت كده عشان خفت اللي خطفوا وعد يجوا يخطفوني. بس ايه رايك؟ حد ممكن يعرفني وانا كده؟ يعني انت دلوقتي عامله خدامه في الزبد؟ هاتي لسيدك حاجه يشربها احسن ريقه نشف. حركي. قطيعه. حاضر، الواحد هيلاقيها منين ولا منين؟ عرفتوني.
خصمك اسيبك لا وجرب وحدك. حاضر ايوه حاضر. حركي وروحي افتحي الباب. لا ست ماليش دعوه، انا خايفه افتح انت. الله، خايفه من ايه يا بنت؟ انت فاكره حد هيعرفنا؟ احنا كده متنكرين. والله انا ماليش دعوه، مش انت ادريس السفراجي؟ روح افتح انت الباب. يعني انت مصره ان مريتك؟ طيب يلا متخبط. يخرب بيت ابوك. ايه هينقب عليك يا شيخه؟ طيب يخرب بيت ابوك. وانا واقفه على الباب انا هبط. ايه مكواجي؟ في مكوى عندكم؟ انت جاي تهبط عليا وتقول لي في مكوى عندكم؟ ما فيش مكوى عندنا. ايه يا ست وعدي هنا؟ يهرب بيت ابوك. انت جاي تسال على ست وعد؟ ما فيش وعد. انت هتخبطنا. يلا امشي طيب امشي. لبشت عظمي. طب وجع. المكوى عندكم. النار بتعفرك. انا بيان زين واشوف الودع ابين. الخبي انا كنت عارفه انه هيعمل كده واكتر من كده. ده واد خرع. الظاهر انه خاف من رعد زي ما خاف قبل كده. صح. اسمعي يا ميمونه، انت تنسي الموضوع ده خالص. ياه، وحشتوني قوي. وحشتني لمتنا كلنا كده مع بعض. انتوا ما تتخيلوش قد ايه انا كنت بفكر فيكم طول ما انا في الجزيره. بس قولوا لي صحيح، انتوا ليه سبتوا القصر وجيتوا البيت ده؟ الست امك يا ستي قال ايه متشائمه من القصر بتقول لك ادم وشوق. مش واخده على عيشه القصور. سعد، اتلم يا واد يا سعد. كتكنيله، هو القصر ده احنا شفنا فيه حاجه عدله؟ بلا خيبه، من يوم ما دخلناه هو ادم شقم علينا وزاد وغطاني. بنت ضنايا اتخطفت مني. وانا كمان بصراحه كنت خايفه اللي خطفوك يجوا يخطفوني. بس قوليلي، انت مش عاجبك البيت هنا ولا ايه؟ يا جماعه الحكايه مش حكايه بيت ولا قصر. انا اكتشفت ان احنا متراقبين، ماشيين ورانا خطوه بخطوه، ومش هيسيبونا مهما رحنا بيت او قصر. عندك حق يا حبيبتي، عشان كده كمان انت لازم كمان تتخفي. ايوه، عشان ما حدش يجي هنا يعرفنا. وانا ابن البطه السودا بقى ولا ايه؟ مش هتخفى يعني؟ جنابل يا واد، انت مش جني وهم جنون. يبقى هيعرفوك لانك منهم. تصدقي عندك حق، وانا لازم اتنكر عشان لو في ضيوف جم مش يعرفوني زيكم. ايوه يا صحيح يا سعد، انت كمان لازم تتنكر، لان انت بالذات مش هيسيبوك، وخصوصا اللي اسمها ميمونه الله يحرقها. قوليلي يا وعد، هي ايه حكايه جزيره المرصودين دي؟ وليه سموها المرصودين؟ لان دي الجزيره اللي الجنون الزرقاء حاطين ايديهم وعينيهم عليها وراصدين فيها كل البني ادمين. راصدينهم؟ يعني ايه راصدينهم؟ راصدينهم يعني متابعين خطواتهم خطوه خطوه ومجمدين حياتهم، ما يقدروش يتقدموا خطوه واحده ولا ياخدوا خطوه صح في حياتهم. طب وايه اللي مسكت البني ادمين على كده؟ يا بنتي مش ساكتين ولا حاجه، بس الجنون الزرق ليهم ألاعيبهم اللي بيلعبوها عليهم. ساعات بيخوفوهم، وساعات تانية كتير بيضحكوا عليهم، بيشتغلوهم يعني. طب وانتي قابلتي الناس دول؟ يا بنتي انا كنت واحده منهم. طب قوليلي، ما كانش فيهم شباب حلو وروش كده؟ فيهم طبعا، وبالذات حسن.